ازيكم يا مسكرين؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى شوفوا النهارده عملنا ايه. وحشتوني كتير كتير، وتفاعلاتكم على الفيديوهات الاخيره بجد عجبتني، وبشكركم جدا، ورب كل الفيديوهات تعجبكم يا رب. يلا بقى تعالوا شوفوا احنا عملنا ايه النهارده، واحده واحده كده. انا نازله اجيب قطايف ولطايف، لابسه اهو عشان اجيب قطايف، واخده معايا الكائن ده. نسجل الاسانسير، الدنيا مليانه بره، وهننزل. سبت ليندا وماما جوه، شوف فين البيت، وهننزل بس مش قادره اما دي لازم تيجي معايا. فهننزل تحت البيت، الشوارع كلها بقت مليانه كنافه وقطايف وروحانيات رمضان، انا لفه الدنيا. كوكو لهم باي. هننزل نجيبها ونخلي ماما تعملها، طالما هي هنا نستغلها اكبر استغلال. غسلت لي المواعين وروقت لي الشقه وبتعمل لي كل حاجه، يعني بروح عندها ببقى قاعده مش بعمل اي حاجه. البوسه الكبيره دي ليكي، بحبك يا امي. جبنا اول حاجه، جبنا لبن، جبنا قطايف، وجبنا عجوه عشان واقف، عشان كده فصل. جبنا بقى حاجات كده بس، هما دول هنطلع نعملهم نصور لكم. انت سامعاني وانا بخبط؟ بصوا ماما وهي هنا بقى تبقى الشقه كده فيها صريخ يومين. اقول لكم من الشقه اهو. بص اطفي النور يا كوكو اهي، كانت مشغله بخور. ريحه الشقه ايه؟ انا اوضه النوم مفيهاش حاجه. هيثم ماما اهي. طول اليوم امي بتلمي ورايا. شغلنا الشاشه دي امبارح عشان الشاشه التانية اللي باظت، شغلنا دي مكانها. ده كده الدفايات اللي بنتغطى بيها بالليل. انت وهي وريهم ضوافرك اللي انت عايزه توريهم. بصوا انا لما انزل واسيب البيت المهم محدش يدعوا بالطرحه السودا دي. انا عندي طرح الدنيا كلها ما بيليقش على وش غير السودا. اللي بيلبس طرح سودا عارف مهما لبس العظمه دي. ارجع بصوا الكبه بتاعتي لما كنت بعزل السكينه بتاعتها ضاعت. انتوا هتحطوا السوداني كده، السوداني بقى من غير ايه الشنط دي اللي انا لسه جايباها، ماشي؟ السوداني ده من غير ملح، اللي هو السوداني الساده، هنحطه كده اهو بحبه السكر. عندك مكسرات وبتحبيها حطيها، انا ولا جوز الهند ولا زبيب ولا اي حاجه ما بحبهمش بصراحه، انا بستكفى بالسوداني. فهنحطه كده، وده الحشو بتاع القطايف بتاعتنا. بصوا دقينا لغايه ما بقى كده، بقى مجروش يعني مش ناعم، مجروش. زي ما قلت لكم انا عملته في الهون عشان الكبه عندي السكينه بتاعتها ضاعت، ولسه عايزه انزل السوق اللي هو عند العتبه ده اجيب منه السكينه بتاعتها يعني بتتباع. القطايف اهي، وانتي بتجيبيها هاتيها اليوم بيومه، ما تجيبيهاش تكون بايته او تكون عندك عشان بس ما تشققش لما تيجي تحشيها. انا عايزه اوريها لكم اهي. دول نص كيلو، مره جبته ب18، مره جبته ب20. من مكان لمكان بيفرق زي ما بقولك كده، يعني عندي غيرها هيبقى عندي اهو. بصوا بتبقى طريه خالص اهي، طريه خالص. فانا دلوقتي هحشيها الحشو ده. انت بتحبي السوداني وبتحبي الزبيب وجوز الهند والمكسرات حطيها. انا عندي زبيب وجوز الهند بس، ممكن احطهم بس في الكبسه ولا في كنافه ولا في اي حاجه. اللي يعرف تشال ازاي في الفريزر وما تشققش يعني ايام غير رمضان يقول لي عليها. انا يعني عارفه ان هي بتبقى محشيه وتتحط في الفريزر. انا عايزه بقى اشيلها
عشان احنا بنحبها. يلا تعالوا اوريكم ازاي بنحشيها وهي سهله قوي. واحنا بقى بنتفرج على اعلى نسبه مشاهده، قولوا لي انتم متابعين ايه في رمضان. بنتفرج على اعلى نسبه مشاهده محارب وعرب، اسمه ايه اللي هو حق عرب، واشغال شقه، وايه تاني بتاع احمد السقا العتاوله، وساعات صدفه، وسيد العقارب. بصوا انا مش عارفه مواعيدهم، بس انا كل اعلان ما بين اعلان والتاني بحاول اجيب اللي بعديه. ده كله هنتابعه بعد رمضان. طبعا اهم من ده كله المسلسلات، وده كله ان رمضان للصوم والعباده، يعني نصلي ونقرا قران ونحترم نفسينا. هنحترم نفسينا، الكلام ده معروف رايح لمين. في ناس كده تقطع علاقتها بيا في رمضان، ماشي، عشان نعرف نصوم سوا. ها بس هنجيبها من الحته دي الغامقه دي، هنخليها من بره من الحته دي، وهناخد حبه صدور نحطهم كده، حبه محترمين يعني كده، ماشي. وهنقفل ده على ده، نقفل ده على ده، هنعمل كده. نرجع نعيد عليها تاني، اهي اهي. بصي دي كده مش هتفتح مني كده، تبين ان هي طريه كده، دي صبحه ماشي، ما تشققش معاكي ماشي. هنعمل بقى كذا واحده. صباح الخير يا ابو، انا شيماء اختي بنتي في النور، فاكراني؟ انا بس كنت حابه اسالك كده على حاجه. انا لسه جديده في التيك توك وبصراحه مش عارفه اعمل ايه. كل شويه يجي لي اعلانات من محلات مش عارفه ارد عليهم بصراحه، عايزه اقول لهم ايه. عايزه تنصحيني ايه واعمل ايه واقبل ولا لا؟ فيعني انا كنت حابه اخد نصيحتك. شكرا جدا. نكمل بقى ونرجع معاكم تاني. وهنبدأ كده بقى نحشيها، بس وانتي بتحشيها دوسي عليها، يعني اتأكدي ان انتي قفلتيها عشان ما تفتحش معاكي وانتي في الزيت. وكمان وهي في الزيت عشان عايزاها مقرمشة لازم تصفيها، ولما تدخليها العسل برضو تخرجيها على حاجة كده تصفر من العسل، هتطلع معاكي مقرمشة وجميلة قوي قوي. انا قطايف بالنسبة لي مقرمشة، وزي ما قلت لكم في ناس بتحشيها بكذا حشوة. هو فيديو يعني بسيط لاي واحده بتعمل اي حاجه في البيت، فدي قطايف المشروب المفضل اللي انا حبيته وعايزه اشربه، فطلعت اصوره معاكم. طبعا في ناس كتير بتعملها بطرق كتير وطرق كتير عارفاها، بس انا بالنسبه لي ده دي القطايف. وزي ما قلت لكم ما بحبش الزبيب ولا جوز الهند ولا المكسرات، هو بستاكله بالسوداني بس حطيت زبيب عشان ماما بتحبه، يعني خليت لها كده كام واحده وعرفتهم لماما قالتهم لوحديهم عشان ابقى عارفه دول بتوعها هي، ماشي. المكسرات والحاجات دي كلها ممكن احطها في الكبسه وباقي الحاجات، لكن يعني في الاكل اللي انا بحبه لا. في ناس بتحشيها كريم شانتيه، في ناس مهلبيه، في ناس لحمه مفرومه، كل واحد على حسب ما بيحب. وبرده انا لو جربتها يمكن تفتح حلو. بصوا هنا بقى كانت ليندا وماريكا بتلعب قصاد الكاميرا، وماريكا اول ما تعرف ان انا بصور دماغها ايه. بص كده كنت بحشيها وبتاكد ان انا قفلتها جامد من الجناب. بصوا خدت التليفون اول ما قمت تلعب بيه وتجيلكم. انا كده جيت وشفتها فرجعت. هنا كنت بقول لكم ان انا هحشيها زبيب لماما. وهنا بقى كانت مليكه بتقولي اعملي الجدو ده اكتر حد بتسال عليه في الدنيا، مش عارفه هو ابويا ولا ابوها هي، ماشي. وعايزه اقول لكم انا لما بسيب الكاميرا مفتوحه مثلا واتحرك من مكاني، ليندا الكبيره او زي ما بتقولوا الكبير ده دايما غلبان كده وعبيط، اللي مصدره كل حاجه هي مليكه. يعني مليكه هي اللي تعمل العمله وتلبسها في ليندا على طول. اكيد كلنا عندنا الاطفال وعارفينه. وهنا كانت بقى بتزمر بالزماره بتاعتها ومشالنا طول اليوم في البيت، الله اكبر الله اعظم، مشيالنا طول اليوم في البيت تزمر وكده. المهم كده كنت هخلصها معاكم، ماشي. وهقوم بقى يعني هحمرها وهوريها لكم برضو هحمرها ازاي، ناشفه كده مش طريه. في ناس بتحشيها لحمه مفرومه على فكره، اللي انتوا بتحشوها بايه؟ بس حاجه غير المكسرات، ان انا مش بحب المكسرات برضو تكون مقرمشه كده. انا عندي قطايف تبقى مقرمشه، يعني انا من الناس اللي بتحب تجرب وكده، اي حاجه تجربها يمكن تطلع حلوه، ليه ما جربوش؟
بس يعني هي مش طريه، هي مش انا بحبها كده زي السمبوسه كده. هي يا جبنه يا فراخ يا لحمه، ما جربتش احشيها حاجه تاني. الصوت كده واصل لكم ولا الصوت واطي ولا ايه دنيتي؟ قولولي لما تشوفوا الفيديو، قولولي. عايزه اطلع بس مباشر، مش عارفه. يا ريت السنه كلها والله رمضان، وبسيتي نفسك كده باي حاجه. بس ايه، مامي يا روحي يلا بايبالك مامي، كل الوشبع يا روحي يلا الهم المام. ده كله في نص كيلو، بس الصراحه كميته احسن من اللي انا جايباها من المره اللي فاتت. يعني النص ابو 20 احسن من النص ابو 18. تحس ان ده النص حلال والتاني نص نص. يلا بقى عايزين نروح نعمل عصير مشروب اللبن بالتمر اللي هو البلح. بس مش هنعمل لبن بالبلح اللي هو بتاع الفطار، لبن وسكر وبلح، لا، هنحطه في اللبن ساقع، والتمر ده هنسبة سكر صغير عشان التمر مسكر في الخلاط، وهنعمل عصير جامد 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 نفسي فيه. شربت اول يوم كانت ام رتاج اسماء اخت هيثم كانت عاملاه، وكان حلو قوي قوي قوي. فبصراحه كنت اول مره ادوقه كده، ان انا دايما اللبن بيبقى مفصص فيه البلح ودافي او سخن، ده اللي بنشربه. بصراحه عجبني، وهي بقى كانت عاملاه وكان طعمه حلو قوي. تسلم ايدك يا اسماء، قامت بالواجب اليوم ده كله. فانا هعمله زي ما هي عملته، يا رب يطلع حلو زيها. بصوا كده احنا بنطلع من هنا كده لونها دهبي اهو، هنقلبها. احنا عايزينها اللون ده الفاتح ده كده. بناخدها كده نحط في العسل. عايزينها تطلع محمصه، مسافه ما تنزلوها سخنه او مسافه ما تنزلوها في العسل طلعوها على طول، مش هتبقى شربت عسل كتير وهتطلع مقرمشه كده. بحبها قوي وهي مقرمشه، فبتبقى حلوه بصراحه. انا غيرت اهو، بصوا تحسي في الطرحه الفاتحه ان انا تعبانه، بعشق الطرحه السوداء. فكره في بنات كتير زيي، مش انا بس، يعني في بنات كتير قوي تحس ان وشها لو مخدش يعني ملبستش الطرحه السوداء كأنها فيها حاجه، مش عارفه ليه، يعني ده تعود. كنت الاول ما بلبسهاش نهائي، مش بلبس عبايه اصلا في الاول يعني خالص، وانا بنت ما كنتش بميل تلاقي عندي عبايتين 3، وما كنتش متخيله لما اتجوز ان انا هلبس جلاليب. كان معظم الهدوم اللي انا بجيبها، وكنت بزعق مع ماما اقول لها لا انا مش هلبس جلاليب دي، هاتيلي ترنجات، انا مش بعرف البس الجلاليب. بصوا اللي ورايا ده البتاع بتاع الغاز، تقول لها لا انا مش هعرف البسها، هاتيلي ترنجات. كنت افضل اعمل معاها. دلوقتي انا مش بستريح حرفيا غير في الجلابيه، يعني عشان ان انا اطلع اصور او حاجه طبعا مش هينفع بالترنج. ملكه واقفه معايا، مش هينفع بالترنج، لازم ايه جلابيه كده او اسدال، حاجات دي بس. ايه سندوتش جبنه؟ ماشي. المهم مش هتاكلي قطايف صح؟ لا انت مش بتحبيها. مين كلها امبارح كلها؟ انا والشيف على قلبك. بس هنطلع بقى التانية وبعد كده نعمل ايه المشروب بتاعنا. اهو ماما 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 مامي. بصوا كده شكلها حلو قوي. ايه رايكم في الصينيه دي؟ كنت جايبه الصينيه دي ب25، وده كنت جايبهم يعني كده طعم مع بعض
صينيه بشكل رمضان حلوه قوي. حطها في الميكرويف شكاها كده اهو. حاضر ثواني كده. عملنا القطايف، هنعمل بقى المشروب بتاعنا. بصوا خايفه التليفون يقع، هو شكله هيقع. انا جبت ده عشان انا عندي البلح بس نشف شويه، جبت ده عشان اعمل بيه المشروب. ماشي. احط بقى ايه في الخلاط بتاعنا ده، خلاط. لو انتوا بقى عندكم اللي هو العجوه ده، اللي هو من غير يعني النوى بتاعه من جوه ده، برضو بيبقى حلو قوي بصراحه. اللي كانت عاملاه اول يوم رمضان كانت اسماء اخت هيثم ومرتاج، يعني هي اللي كانت عامله لنا، فكان حلو قوي قوي. فانا ما شربتوش قبل كده، يعني انا دايما امي بتعمله اللي هي الامهات العاديه، اللي هو اللبن هيبقى سخن وبلح متفتح يعني منقوع ومحطوط فيه في اللبن بس. ده اللي انا كنت بشربه، وما كنتش باكل البلح. بس بصراحه بالطريقه دي حبيته، يعني انا حبيته وحبيت طعمه قوي. بس ايه، كمية البلح دي كانت قليلة، هي بصراحة كانت حاطة بلح كتير قوي. بس انا زي ما قلت لكم البلح اللي عندي اللي هو الناشف، اللي هو يعني بيتفتح ويتحط في ميه شويه. فانا جبت الكيس التمر ده، طبق التمر ده، وانا بجيب القطايف كان موجود عند بتوع القطايف، يعني هتلاقيه موجود، وهتلاقي العجوه كتير موجوده في الشارع. ماشي. لكن انا عندي البلح اللي ماما كانت جايبهولي في الموسم اللي هو البلح الناشف. فهنا بقى ايه، هنزل باللبن، يعني كيس اللبن ده هو ده كان نص كيلو، هنزل بيه على طبق التمر ده. هعمله ليا انا وامي عشان البنات ما بتشربوش، بس انا عارفه ان فوائده كتيره قوي قوي وشويه كمان، وهخليهم يتعودوا ان هم يشربوه. يعني انا بناتي زي ما بيشربوش اللبن، ما بيمروش للبيض قوي. الجبنه القريش نهائي ما بياكلوهاش. كده هضربه كام ضربه في الخلاط. بس عايزه اقول لكم برضو ان انا بعد ما طلعته ما كانش اتفرم حلو. كل واحد على حسب مقدرته. تعالي في يوم اعملي حاجة حتى لو صنف واحد، حطيه في اطباق وانزلي على ميعاد الفطار كده. طبعا كلنا مش جوازتنا بتفطر في البيت كل يوم، او حتى لو بتفطر مش هتمنع يعني في الخير. حاجة بسيطة، انت لو مش مقدرتك ان انت تعملي حاجة كبيرة هتبقى حاجة بسيطة. وننزل على المائدات الرحمين، او الناس اللي بتبقى يعني ما بتلحقش الفطار في بيتها وكده، والله ينزل نفطرهم في الشارع. البلح لسه عايز يضرب شويه. ننزل نفطرهم في الشارع. يا سلام فطرنا مع حد، يعني حسسنا ان احنا كلنا زي بعض. بالنسبه للناس اللي هي يعني انتوا اكيد فاهمين، اللي هي مش لازم بقى عشان ممكن ما اعرفش اشرح. وننزل ونفطر مع بعض. ندي الناس دي، يعني في ناس كده بنشوفها في الشارع واقفه بالبلح التمر ده تدي الناس على الفطار، اللي هو بيبقى قرآن المغرب شغال. تعالوا نعمل كده بجد، والله العظيم ثواب، حاجه صغيره مش حاجه كبيره، وهتبقى جزاها عند ربنا كبير. وبالذات في الشهر ده، احنا المفروض طول السنه بنعمل كده، بس بالذات في الشهر ده انت مش مقدرتك ان انت تعملي شنط رمضان وان انت تعملي، لا. ومش لازم تصوروا، يعني انا مثلا انا اصور عشان غيري ياخد الفكره ويعملها، بس انت حاجه بينك وبين ربنا مش لازم تصوريها. اكيد بنعمل حاجات كتير من غير ما حد يعرفها. الناس اللي هي بسيطه دي دعوتها مستجابه، والله العظيم. انزلي كده في رمضان وفطري الناس صنف واحد. مش مقدرتك ان انت تعملي اكل، هاتي تمر وزعيه. في ناس بتعمل تمر في الاكياس ده وتوزعه في رمضان للاطفال وكده، دي بتبقى فرحه كفايه. بس ان تشوفي طفل عينهم يعني فرحان. فانت ممكن اي صنف عندك، اي نوع اكل عندك، مكرونه، بني، اي حاجه انت تكوني هتطلعيها منك لوجه الله ايا كان، والله العظيم. حتى لو سندوتشات جبنه ايا كان هي ايه، طلعيها كده وانزلي وزعيها بنفسك كده، هتحسي بالرضا نازل عليكي. يعني انا اول مره اجربها بصراحه، ولو في ايديا وعملتها تاني وربنا كرمني هنزل اوزعها وهوريكم. ربنا يوسع عليا وهقدر اعمل اكتر من كده هنزل اعمل. يعني مش لازم اقول انا بعمل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه. احنا بقالنا سنين كنا بنوزع شنط رمضان، مش شرط كل سنه يعني. ملكه خدت بلحية وجايباها لي. مش شرط يعني ننزل نصور ونوري، بس حاجه اهي تجربه توري غيرك ان هو انت ينفع عادي ان انت تنزلي تصوري وتعملي. عايزه اقول لكم على حاجه،
ده كسر، ده كسر في السيراميك مش هين. بصوا ايدي اهي عندي، ده كسر في السيراميك. ماشي، حاجه كده بسيطه، انزلي اعمليها وزعيها ايا كان، ثوابها عند ربنا كبير، وانت بنفسك هتحسي برضا بينك وبين نفسك. فانزلي والله العظيم. انا كهاجر بس الطرحه، لا انا مالها الطرحه السوداء لابته كده فيا اخوات. انا كهاجر نفسي اكل على مائده قوي والله العظيم، نفسي افطر على مائده رحمن. يعني زمان كده كنا بنعملها ايا كان بقى اللي كان بيعملها، بس نفسي افطر على مائده رحمن بصراحه. مش عارفه ينفع ولا لا، بس انزلي واعملي الحاجه دي. وممكن مشروب، مش عايزه تعملي اكل، مشروب، اي حاجه طالعه من بيتك. انا بقولك حتى لو سندوتش جبنه هتنزلي وتديه لاي حد يكون محتاج، مش شرط يعني الناس اللي هي محتاجه، لا ناس زينا كده تكون ماشيه في الشارع اتفضلي عشان تفطر. في ناس بتنزل في الايام دي بتبقى جايه من شغلها ما بتلحقش، في ناس بتبقى رايحه عزومات، الطريق بيبقى زحمه قوي لو على طريق المواصلات، بس من غير الاطفال بس. يعني حاجات بسيطه كده بتخلي بينك وبين ربنا عمار. جربيها كده وهتحسي براحه نفسيه. جربي مش في رمضان بس، في اي وقت والله العظيم هتحسي براحه نفسيه. عملنا العصير اهو، ده هنغسله. هو العصير التمر اهو، تمر ايه، بلح باللبن. ده التمر بلح باللبن، بس هضربه تاني ضربه عشان لسه فيه ايه من تحت. وانا كنت مفروض ان انا اشيل القشريه دي بس مشيلتهاش، هاخد بتاعت مليكه وهشيل. ماشي يلا.